مساء الخير. مساء الخير. ممكن اتعرف بحضرتك؟ عقيد متقاعد عادل عبد. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. والله انا حضرتك يعني خرجت على المعاش زي بقية زمايلي، وكل ما اتذكره اديت واجبي في القوات المسلحه ودرست الناس وصممت منظومه دفاعيه على سيناء. وسيادة المشير انت كنت تشرف عليا، كنت رتبه صغيره وقعدت على ذمتي رتبه كبيره جدا لا داعي لذكر اسمها. انا لا انكر جميلك او افضالك عليا، بس في اوضاع انا غير مقبوله وانا خرجت من القوات المسلحه وغير مقبوله، هي اني اغلقت جامع في يوم من الايام وانا كنت قائد لهذه الوحده العسكريه، وهذا الوضع انا غير راضي عنه. اغلاق مسجد باوامر، طنشت اول اسبوع ما رضيتش، ثاني اسبوع جالي القائد كان هيديني جزء، قال لي الموضوع اتلحق والحمد لله وعد الموضوع. فهذا الوضع انا فعلا كنت غير مقبول عنه. انا بطالبك اني اقيم المنظومه الدفاعيه علشان ما فيش احد من قادة اسرائيل يهددنا. قعدت سنتين كاملين اصمم في هذه المنظومه، وفي خلال السنتين دولت غطيت كل الثغرات لهذه المنظومه الدفاعيه، وفي الاخر اتحطت في الدرج. فسيادة المشير يا ريت تراجع نفسك، لان اسرائيل مش احسن مننا. اسرائيل عامله امكانيات دفاعيه غير عاديه. احنا على الاقل نفذ المنظومه بتاعتي. اقامه سور، لو حد اخترق هذا السور بيدي انذار، يعني لو حد قرب منه بيدي انذار، لو حد لمسه بيدي انذار، وانذار بكذا نوع من الارم. الانذار بالنوع من الاحساس، بنوع من الصوت. فكل ما اطلبه يا ريت احنا مش اقل من اسرائيل في حاجه. وكنت هعمل الحاجات دي من الكهنه بتاعت المعدات اللي اترمت في الزباله، وتوقف موضوعي الله اعلم باوامر من قياده عليا او الى اخره. فانا يا ريت تراجع نفسك في هذا الموضوع مره ثانيه. طب ايه موضوع الجامع اللي اتقفل ده؟ والله حضرتك احنا كنا منضمين على واحده ثانيه، وجاء القائد قال لي لازم تقفل هذا الجامع، ما ينفعش جامعين في واحده واحده. واضطريت طبعا تحت الاوامر لاني لازم اغلق الجامع. تمام، الف شكر حضرتك يا فندم.